أسعد الله مساءكم متتبعاتي وحبيباتي، واش راكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم حباباتي جيتكم بوصفة بريوش. الله الله يا البنات، واش نحكي لكم؟ القهوة العشية. صدقوني أنا راني كي لحقت لكم بهاد الحبات صورتهم راه يعني حاجة كبيرة بزاف. المهم هنايا البنات، قبل ما نبداو الفيديو تاعنا ما تنساونيش بالضغط على زر الاشتراك، تفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناه. ما تنساونيش بلي جام بلي كومونتير شابين والحلوين كيما نتوما، وكيما عودتكم اللي تبغي اي وصفه تخليها لي في لي كومونتير، وانا راني هنايا باه نحضرها لخواتاتي. نروحوا المقادير مع طريقة التحضير هكذا باه نختصر عليكم الفيديو وما تملوش كي تعودوا تتفرجوا في الخضرية، باه تكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. هنايا البنات انا الحليب تاعي يعني كان في المجمد، باه ما نكذبش عليكم حطيته سخن لي بزاف. درت كاس ونص تاع الحليب ونزيد ندير نص كاس تاع الماء ما تسخنوهش، خلوه بارد. هنايا زدت 4 مغارف تاع السكر كاملين، 4 مغارف تاع السكر. بما انه البريوش تاعنا راح نحشيوه يعني بالشوكولا، راح نديروه نكثروا له السكر هكذا باش تجي العجينه تاعنا شويه حلوه. 4 مغارف تاع السكر مع مغرف كبيره تاع خميره الخبز. هنا هذا هو نص تاع الكاس اللي قلت لكم راح نزيدو تاع الماء، يعني هو ضروري في الوصفه نص كاس تاع الماء. مي انا ما دفيتوش، زدتو بارد كي عاد الحليب تاعي اسخن بزاف. نتوما اكيد كي يكون الحليب تاعكم دافي راح ديروا الحليب دافي والماء دافي. هنا زدت مغرف تاع خميره الخبز عادي، مغرف كبيره. نزيدو مغرف صغيره نتاع القهوه نتاع نتاع خميره الحلويات هكذا باش يعني العجين تاعنا ليه تتفاعل معنا. هنايا البنات اكيد بلا ما نساو الملح، بما انه الوصفه تاعنا حلوه ماهيش حتطلب ملح بزاف بصح لازم نملحوها. وهنايا كيما قلت لكم نزيد مغرف صغيره نتاع خميره الحلويات، مغرف صغيره راح تكون كافيه. ندخلوا هاد المكونات مع بعض، يعني الخميره ندخلوها في هذاك الحليب بيان، نخلطوها ونخلوها تتفاعل مليح حوالي 10 دقائق. نغطيوها يعني بان بابي ولا ونخليوها تتفاعل بيان 10 دقائق الى ربع ساعه، حتى نشوفوا دارت هذوك الفقاعات. يعني هذا سر من اسرار نجاح البريوش. يعني يا البنات راه يجيكم هاد البريوش خفيف كالقطن وبنين. بعد الاولاد يا البنات راهم يموتوا على هاد الحوايج. بما ان وليداتكم راهم مقبلين على امتحانات، ربي يوفقهم ان شاء الله، حليوا عليهم. هنا يا البنات زدت بيضه صفار راح نديروا للدهن نتاع الوجه نتاع البريوش تاعي. بعد ما مرت العشر دقائق هذوك زدت بيضه وزدت ربع كاس تاع الزيت. بعد ما مرت 10 دقائق يعني الخميره تاعي كانت تفاعلت، عاودت زدت لها هذاك البيض والزيت. راني دايما نهضر ونعاود هكذا باه كي ما تنجح لكمش الوصفه ما تقولوش الخضريه هي اللي غلطت. المهم هنايا البنات كما قلت لكم انا هنايا راح نبدا نضيف في الفارينه. يعني انا ما نقدرش نحدد لكم شحال تدي لي فارينه، بيسك انا هنا تقريبا دات لي 4 كيسان. العجينه تاعنا ما لازمش تكون شاده روحها بزاف، يعني ما تكون مرخوفه شويه، جوست مرخوفه يعني. قلت لكم حوالي 4 كيسان. ما نقدرش انا جامي نقدر نحدد لكم يعني الكميه نتاع الفارينه، بيس كل وحده والنوعيه نتاع الفارينه اللي تستخدمها. انا هنا راني نضيف الفارينه ونبدا نلم في العجين تاعي عادي. انا هنا راني نضيف في الفارينه ونلم بيدي، نضيف ونلم.
هنايا بعد ما لميت العجين تاعي نروح نعجنها حوالي 10 دقائق، يعني 10 دقائق راح تكون كافيه للعجن تاع العجين هذا تاعنا. 10 دقائق. ولازم العجين تاعنا يا البنات تكون تتلصق بهذا الشكل، يعني تكون تلصق في صباعتكم هكذا، تعرفوا بلي العجين تاعكم راح ناجح 100%. هنايا بعد ما عجنت العجين تاعي هذيك 10 دقائق نحطها تزيد تريح 10 دقائق واحد اخرين في غيسيبيون، نغطيها بلو بابي وبالصرفيطه ولا منديل هذاك اللي عندي، ونروح نجيب العجين تاعي بعد ما ركحت هذيك 10 دقائق، نجيبها ونبدا نخدم مباشره فيها. كما راكم تشوفوا العجينه نتاعي راهي بالقوام اللي بغيتو انايا، وراهي جات ما شاء الله. اصلا عجينه تهزيها هكا تبان لك خفيفه. نروح نكوروها بهذا الشكل كما نكورو الكويرات تاع الفطير، يعني عادي. يعني رانا دائما نخدموا بهذه الطريقه، ودائما نقول لكم اللي ما يعني مش تقدرش تخدم عينها هي ميزانها، دير الميزان. انا هنا كورت كامل الكميه اللي عندي. هنا يا البنات انا راني كورتهم وحطيتهم بجهه، غطيتهم بلو بابي. البنات لازم ضروري تغطوهم باش ما يديرلكمش هذوك التشققات. وبديت نخدم مباشره كما راكم تشوفوا، نفرش الفارينه في البلان دو طرافاي تاعي ونبدا نحل فيهم بهذه الطريقه. البنات شوكولا، انا راني درت شوكولا خدمتها في الدار عادي، يعني اللي تحب الوصفه راني حطتها من قبل. واللي عندها شوكولا شريتها يعني من برا يعني تقدر تخدم بها عادي. واللي ما عندها شوكولا تحب تخدم بالمعجون تقدر تخدم به عادي. اللي تحب تعمر بالفرماج لكم الاختيار، يعني ما نقدرش انايا نقول لكم يعني ضروري شوكولا. كما قلت لكم انا هنايا عمرت بهذا الشوكولا خدمتها، راني يعني متقاسمه معكم الوصفه من قبل، يعني راح تهبطي فقط في لي فيديو راح تسيبي الوصفه. ونحط كميه ونغلق بهذه الطريقه، كما يعني نغلقوا السوفلي مي تقلبي الحبه وتضغطي عليها باش تهبط وتجيك بهذا الشكل. نحطهم في سنيوه، يعني شكلهم راه ساهل جدا، يعني موش صعيب. راكم تشوفوا كيفاه جات ما شاء الله. زيدوا يقعدوا في السنيوه يا البنات، راح يزيدوا يختمروا شويه يجيو روعه 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 يا البنات. صدقوني انا اقسم بالله ما بقات حبه، في دقيقه كليناهم كامل. وبعد اللي عندهم الاولاد صغار، يعني هاد الامورات الاولاد صغار يحبوهم بزاف. كيما راكم تشوفوا نحلو جوست برك شويه ونحطوا الشوكولا تاعنا ونغلقوا بهذه الطريقه. يعني راهم اسهل منهم ما كانش، هما في الفوطو يبانوا صعاب مي سهلين. يعني الخضريه اكيد راح تجيب لكم كل شيء سهل في سهل. الاخت اللي دوموندات الرخصات ولا حنا رانا نقولوا المبسه، راكي في بالي اختي مي انتظريني فقط باذن الله. هاد الايامات راح نشاركك بالوصفه. هنايا كما راكم تشوفون عمرت السنيوه تاعي، جبت هنايا صفار بيضاء مع 2 مغارف تاع القهوه، يعني قهوه كنت طيبتها عادي تقهويت بها، ودرت 2 مغارف منها في البيض، ودرت مغرف تاع الزيت ومغرف صغيره نتاع الخل باش نحينا ريحه البيض. ميلونجيتهم ولا خلطتهم كامل مع بعض، وجبت ان بانسو وراني ندهن في الوجه نتاع البريوش تاعي. ندهنهم بيان. هنا يا البنات انا راح ندير هاد الحلوه هاد الرقيقه، يعني راكم عارفين يعني الولاد يبغوا هاد الحلوه بزاف، وراح ندير الجلجلان. يعني حبات راح ندير لهم هذيك الحلوه الرقيقه، وحبات راح ندير لهم هاد الجلجلان.
يعني خالد في التزيين فقط. ويعني اكيد راح نديهم دوكا مباشره للفور، نطيبهم على 180 درجه، نطيبهم من الاسفل ونزيد نحمر لهم الوجه تاعهم. وهذه هي يعني بعد ما خرجتهم من الفور. البنات يعني هنايا انا راه تليفون ما يعطينيش حق التصوير بويسك الكوزينه تاعي ولا المطبخ تاعي شويه ظلمه. راني نحاول بقدر الامكان باذن الله ان شاء الله باه نشري يعني اضاءه مليحه. نقصتني اضاءه. المهم هنا راهم طايبين حمر. دوكا كي نقدم لكم الفيديو راح تشوفوا الفوطو مليح. انا هنا زدت شفت يا البنات معجون تاع المشماش، ودهنت هاد البريوش تاعي من الفوق يعني هذاك المعجون ان بانسو، ودهنت الوجه تاع البريوش تاعي يعني معبيه. وزدت عاود رشيت عليه من الفوق السكر يعني كلاصي ولا سكر رطب، يعني فقط باه يجينا المنظر شويه اشبال. يعني اللي ما يحبش يدير هذه المقادير الاخيره يعني تبقى اختياريه مش ضروريه. وهذا هو البريوش تاعنا في صحن التقديم. نتمنى ان شاء الله يا البنات انكم تجربوه، يعني وصفه ما شاء الله. كما قلت لكم بنتها بنه والله روعه روعه. يعني راه الصوره ولا الشكل راه يعبر على نفسه. نرجع نقول لكم فقط مقادير تاع الشوكولا. فنجان تاع كاكاو، فنجان تاع لحظه حليب بودره، فنجان تاع حليب عادي، فنجان تاع الزيت، فنجان تاع سكر كلاصي، وفنجان تاع سكر عادي. وتخبطوهم مليح بيان بالباطيغ، تخدموهم حتى يذوب هذاك السكر معاكم. وهذه هي الشوكولا تاعنا فقط، ما فيهاش يعني مكونات بزاف. وكما قلت لكم الوصفه راهي على القناه، اللي يعني تحب تزيد تروح تشوف الفيديو احسن. راكم تشوفوا يا البنات هنا قسمت معكم حبه فقط تشوفوا يعني الشكل النهائي. يعني راه كما قلت لكم ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه واستمتعتم بالفرجه. هنا يا احبابي وصلنا لنهايه الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه.